بيبدأ الانمي بتاعنا في قصر مورينو وبنشوف ريوما بيرمي السيف بتاعه وبيقوم لقطه زورو وبعد كده بيقول له انت مش لازم تزعل يا معلم، انا نفسي ابارز واحد زيك كده، يا ريت كنت موجود وكنا قاتلنا انا وانت، يا ريتني كنت قابلتك وانت حي يا عم، كنا ناخد فايت يا صديقي اسطوري، واحنا كمتابعين كنا هنكون في كمية انشكاحنا يا صديقي. وبعد كده زورو بيقول له خلاص يا عم ما تحسبش ان القتال ده حصل اصلا يا ساموراي بلادوان وريوما يا صديقي الوحش لعنة التنين. ولكن الاول ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتفعلوا زر الجرس ونوصل الفيديو ده ل 1000 لايك، علشان حرفيا يا صديقي على مدار 32 فيديو على القناه مفيش فيديو عندي حرفيا وصل 2000 لايك، فحقق امنيه اخوك يا صديقي وما تبخلش عليا باللايك ده ببلاش يعني، وكومنت جميل كده زيك يا صديقي. بيبدا الانمي بتاعنا قبل 10 سنين اتسرقت حاجه كده مسمينها بقرن التنين، الاداه دي بتكون قويه جدا وعليها قوه غامضه، وكان كنز فريد من نوعه لم يشهد له العالم مثيل ابدا، وفي راجل واحد قتل كل الحراس اللي كانوا بيحموا الكنز دوت، وفي النهايه الشعب كله غرق في الظلام. في هذه الحقبه انهار السلام بوحش نزل من عليهم من السماء، وكان الوحش دوت تنين يا صديقي، والتنانين ديت يا صديقي هددوا بمحو الارض تماما، لعنه التنانين. وفي الوقت الحاضر ده بقى بنشوف شخصين بيقول له انت سمعت يا اسطى اللي شيرو موجود هنا؟ فبيقول له شيرو اقوى سياف في العالم، وهم ماشيين كده بيسمعوا حد بيقول له انت فاكر انت هتاكل هنا بمجاني ولا ايه؟ وبنشوف الشخص اللي انطرد دوت يا صديقي وبيكون حرفيا قرفان من البلده ديت ومسميها بعديمه الرحمه، وبيقول انا مش هموت هنا زي الكلب. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف مطعم اسمه شيرو، داخل المطعم دوت بيكون شيرو كل اللي موجودين هناك فرحانين بيه، وان هو مبارز محترف جدا ومسمينه بملك المبارزين، وهو ده يا صديقي شيرو وش الكلبه. واحده بتقول له مره وقت طويل جدا يا شيرو سان، فهو بيضحك كده وبيقول لها ايه ده هو انت هنا؟ ده انا بقالي 7 سنين ما شفتكيش. فهي بتضحك كده وبتقول له انا ما كنتش متوقعه ان انا هشوفك هنا. وبالمناسبه البنت دي بيكون اسمها فيلرا ووظيفتها هي نادله هنا في المحل دوت، وبقول لها كويس جدا انك كويسه، فهي بتنبسط بالكلام دوت. وهم بقى بيتكلموا كده في واحد بيخبط في الباب، وهو ده صديقي اللي اترمى من شويه من المحل، وبيكون عصافير بطنه عماله تزقزق. وبعد كده فيلر بتدخله المطعم وبيتاكله، هو بسم الله ما شاء الله نسف كل الاكل، وبعد ما بيشطب على الاكل ده بيكون بص في كميه انشكاح. وبالمناسبه الشخص ده بيكون اسمه ريوما وهو ساموراي، وبيقول وجبتي الاولى منذ 5 ايام، فطبيعي ان هي هيكون طعمها حلو. وبعدها بيقول لها شكرا على الاكل، الاكل كان تحفه بامانه، وبيقول لها انا هرد لك الدين ده مهما كلف الامر. فهي بتقول له لا، فهو بيقول لها لا مفيش حاجه اسمها لا، مش هيكون الوضع كويس لو انا ما رديتلكيش الدين، انا مش هكون مبارز، لا انا مش هكون انسان اصلا لو ما رديتلكيش الدين. الامتنان اهم حاجه، لازم أن يكون المبارز على اتم استعداد ان هو يخاطر بحياته من اجل اللي هو لازم أن يسد الدين اللي عليه مهما كلف الامر. وهي كانت متجاهله خالص وبتروح لشيرو بتقول له انت هتغادر دلوقتي، فهو بيكون مجلوط اللي هي جهلته. فشيرو بيقول لها انا مستعجل جدا فلازم أنا امشي دلوقتي، وغير كده وكده انا واثق ان انا هقابلك تاني، انا همشي دلوقتي احتني بنفسك. وهو ماشي بقى يا صديقي بيخبط في السيف بتاع ريوما، فريوما بيقول له اصبر انت رايح فين؟ انت بتخبط في السيف بتاعي ولا ايه؟ فهو بيقول له معلش ما كانش قصدي. فريوما بيقول له انت خبطت غمدك بغمدي صح ولا انا متهيألي؟ وبيسحب سيفه كده، وشيرو بيقول له صح انت مبارز صح، ادب المبارزين ان هم لازم يتبرزوا مهما كلف الامر، انا ما كانش قصدي فمعلش. فريوما بيقول له يعني ايه ما كانش قصدك؟ السيف هي حياه المبارز، فاهم ولا لا؟ طبعا انت عارف ان الاحتضار ملوش اي لازمه، امل انك تكون مستعد لتلقي العقوبه. ها انت ضربت الغمد بتاعي يعني يساوي تحدي في المبارزه. وفي لمح البصر بيهجم عليه وبيسحب السيف بتاعه بيقول له يلا تعالى وبارزني، وهو بيهجم عليه بيقطع التمثال اللي قدامه، ولكن شينرو بيكون اتفادى الهجوم بتاعه، وشينرو بيقول له انت ماهر في المبارزه. في لمح البصر بيحط السيف بتاعه في رقبه ريوما وبيسحب سيفه وبيقول له انت كده خسرت صح. فريوما بيقول له انت بتضحك عليا ولا ايه؟ يعني ايه خسرت؟ المبارزه بالسيف يعني الموت، ما بتنتهيش المبارزه غير لما واحد مننا يموت. ففيلرا بتقول له ده سمع مطاعا، وبيترمي على الارض كده بيقول لها حاضر انا هنفذ اي حاجه انك تطلبها مني، وسط صدمه كل اللي موجودين. فبتقول له ما ينفعش انك تتعامل مع شيرو كده بالوقاحه ديت. وبعد كده بنشوف 2 من اللي واقفين في المحل وبيقول له انت مش التمثال ده ما بيتكسرش ازاي اتكسر؟ فبيقول له ما اعرفش التمثال ده من البرونز الخالص المفروض ما يتقطعش، انا ما كنتش اعرف اصلا اللي فيه سياف ممكن يقطعه. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف شخص اسمه ديري، وبيكون الشخص ده مبارز من الدرجه الثالثه. بعد كده بنرجع تاني للمحل وبنشوف ريوما قاعد قدام النادل دوت، وبيقول له انت سمعت بالهجوم المفاجئ العظيم اللي حصل قبل 7 سنوات؟ فهو بيقول له على ما اظن
اظن يعني سمعت بيه يعني. فبيقول له نادل ده بلد صغيره بين الجبال اتعرضت للهجوم من التنانين واتبادت ما بين ليله وضحاها. كان الهجوم غير متوقع وكان فظيع بطريقه شنيعه جدا، حتى السكان بتاع البلده اللي كانت جنبنا ما عرفوش يعملوا اي حاجه ولا يساعدونا. اتنشرت الحادثه دي حول العالم، حتى الناس كانت خايفه جدا من التنانين، والناس قالت ان التنانين هتظهر وهتموتهم عن بكره ابيهم، وظن سكان البلد كلهم ان هم ماتوا تماما. ولكن من حيث لا نحتسب ظهر مبارز محترف جدا وكان شايل بنت صغيره ما بين ايديه، والشخص ده بيكون شيرو، وبيقول لهم ان انا ما قدرتش انقذ غير شخص واحد وهي الطفله الصغيره اللي ما بين ايديا. وشيرو دخل النار اللي ما كانش قادر حد يطفيها لوحده بعد ما كل الناس رفضت ان هي تقترب من النار ديت اصلا. لا ومش كده كمان، قتل التنين وحاول ينقذ كل سكان البلد. وريوما حاطط ايده على خده كده وبيقول له كمل يلا. واظن كده يا صديقي انت عرفت مين ريوما ده. ايوه يا صديقي، هو ريوما ملك السيافين في عالم ون بيس، اول شخص يحول السيف بتاعه للاسود، وبعديه هو ميهوك، وبعد كده ما ظهرش اي شخص ثالث. المهم نكمل قصه ريوما الاسطوريه. والنادي اللي بيقول له ان كانت معجزه اصلا ان البلد تنجو، والوحيده اللي نجت من المجزره ديت هي البنت ديت فيلرا. وريوما بيكون مستغرب ان هي الوحيده اللي نجت، وبيكمل النادي وبيقول له ان شيرو مثل اعلى للمبارزين وان هو تاني امهر سياف بعد الملك. فريوما بينبهر كده وبيقول له ايه ده، هو الملك انتوا بتسمينه ان هو اقوى سياف؟ انا واثق ان هو بيتمتع بكلب محارب قوي جدا، ولكن ما بيني وما بينك كده انا نفسي اقابله في مره، هخش انا هو كده قتال ما بيني وما بينه عليا الطلاق لا طلع عين امه. فالنادل بيضحك وبيقول له انت ما تعرفش شكله اصلا، هو نادر جدا لما بيظهر ما بين الناس. فريوما بيسيبه وبيمشي وبيكون في كميه انشكاح، وعشان كان بقاله 5 ايام ما كلش، وان هو كده رجع للحماس بتاعه. انا كنت هموت من شويه، دي كانت كوابيس بنت كلب. هو بيكون في كميه انشكاحه من فين لو كان شايفها اسطوريه يا صديقي قدامه، وكان مستغرب ان هي الوحيده اللي نجت من القريه بتاعتها يا صديقي. وغير كده وكده انا واثق ان شينرو ده بيدعمها كتير جدا، ولكن هو ماشي كده في واحد بيخبط في الغمد بتاعه برضه، فبيتعصب عليه بيقول له تعالى روح امك يلا تعالى لي. وبيكون الشخص اللي خبط في ريوما دوت هو ديري، وبيقول له انت عايز مني ايه يا عم؟ سيبني في حالي يا عم، انا ما عملتلكش حاجه. فريوما بيقول له انت ضربتني. فديري دوت بيطعني يا صديقي في وسط صدمه كل اللي موجودين، وبيقول له انت ليه بتعمل فيا كده؟ فريوما بيقول له يا ابني انا عملت لك حاجه؟ فدي بيقول له انت ليه طعنتني يا عم وانا عملت لك حاجه اصلا؟ وبيقول له يعني انت كده فهمت كل حاجه صح؟ يبقى انت فاهم كل حاجه ايها السافر، انت ايه اللي خلاك تطعني؟ انت طعنتني من غير اي سبب وبرضه مش هديهولك مهما حصل. هو انت كنت فاكر ان انا هديهولك يعني بعد ما تقتلني؟ انا مش هموت لوحدي، انا هاخدك معايا، لا ده انا هاخد البلد كلها معايا. فريوما بيقول له بس العبط ده، فهو بيزعق فيه بيقول له انا مش هسلم قرن التنين لاي حد، وبيطلعه من جيبه يا صديقي وبينفخ فيه. حرفيا الصوت بتاعه بيكون مزعج جدا يا صديقي، بيجيب اخر البلاد وسط صدمه كل المدنيين اللي مش متوقعين القرن اللي اتسرق من 10 سنين ازاي ما هو واحد زي دوت القرن دوت هو اللي بيتحكم بالتنانين. استنى ده نفخ فيه، احنا هنعمل ايه؟ التنانين هتيجي دلوقتي هنا؟ لا يا عم ده اكيد القرن ده مزيف. لكن هنا الصدمه يا صديقي، بيقول لهم دي هو ده القرن الحقيقي، ولكن الصدمه اللي هو بيكسره يا صديقي، وبيقول لهم فكروا زي ما انتوا عايزين، لكن القرن ده هو الحقيقي بشحمه ولحمه. واول لما الشعب بيسمع كده كلهم يا صديقي بيتزعروا بيقولوا التنانين جايه، يلا لازم نهرب باي ثمن. وريوما طبعا واقف مش فاهم اي حاجه، خدع مين؟ التنانين مين اللي جايه هنا يا عم؟ فواحد من المدنيين بيجي بيمسك فيه بيقول له كل ده بسببك، انت كنت بتفكر فيه عشان تعادي واحد زي دوت. فبيزعق فيهم ريوما بيقول لهم انا ما عملتش اي حاجه يا عم، وفجاه بينادي على حد بيقول له تعالى ساعدني، الناس اللي هنا مش عقلانيين. ويا صديقي هو كان بينادي فيلرا، ففيلرا بتيجي وبتقول له هو انت اللي عملت كده؟ فهو بيقول لها ما بيكملش الكلمه اللي هي بتديله بالقلم على وشه يا صديقي وسط صدمه كل اللي موجودين. فريوما بيقول لها انت وجعتني، فهي بتقول انا لو كنت اعرف كده ما كنت ساعدتك اصلا، انا كان المفروض عليا ان انا اسيبك تتطور جوع وتموت جعان ايها القاتل الفظيع. فهو بيقول لها قاتل مين يا بنت الكلب؟ انا لولا مديون عندك لكنت فشختك دلوقتي. فهي بتقول له اسكت، ما فيش شخص شاف التنانين وما خافش منهم، انت مش عارف ان التنانين قد ايه فظيعه ولا ايه؟ فهو بيقول لها انا ما اعرفش انت بتتكلم عليه، بس كلامي غير منطقي تماما، ولكن انا هرفض ان انا اتحمل المسؤوليه تماما. فالشعب كله بيكفي، انت ازاي مش هتتحمل المسؤوليه؟ لو القرن ده حقيقي حرفيا احنا هنموت. ولكن وفجاه شيرو بيجي بيقول لهم انا اسف، ولكن القرن دوت حقيقي مفيش شك، القرن دوت هو اللي اتسرق من 10 سنين. الجنود اللي ماتوا قبل 10 سنين هم كانوا بيحموا القرن دوت، كان كل الجنود دول كانوا بيعملوا تحت امرتي، وكل مره كنت بسال نفسي انا ليه ما كنتش موجود معاهم. بشعر بالذنب جدا وبحس ان كل اللي حصل لهم ده كان ذنب انا، وحتى لو انتم مشيتوا التنانين هتيجي لا محال. وهل تسمحوا ليا ان انا اقتل التنانين ديت؟ فكل اللي موجودين بيتشجعوا وبيقولوا ان اكيد شيرو هيهزمه. ففيلرا بتحاول تهديهم وبتقول له مفيش حد يقدر يهزم التنين قبل كده، اللي بيتحدى التنين دي مش مساله خساره او كسبان، مفيش حد اصلا ند للتنانين. فشيرو بيهديه وبيقول انا كنت عارف اصلا ان ده هيحصل من 10 سنين، وانا اصلا اقنعت نفسي ان انا ههزمه مهما حصل، وكنت بواصل البحث عن القرن، ولكن انا فشلت، وانا دلوقتي ما املكش غير انجازاتي كعسكري ولقب مبارز تافه ملوش اي 60 لازمه. انا دلوقتي هحاول ان انا انهي الموضوع على اني مبارز. فريوما بيقول له ما بس عبط الهجوم اللي حصل من 7 سنين العظيم دوت مش زي
المره دي سكان البلد دي هيموتوا لو ما غادروش البلد ديت. هو انت ناوي تضحي بحياتك علشانهم ولا ايه؟ ما بيكملش كلامه الا سكان المدينه بيهيجوا فيه بيقول له كل ده بسببك يا ابن الصرمه اخرس. بيقول لهم انتوا مش ناويين تلتزموا الصمت صح؟ فشيرو بيقول له هدي نفسك كده، المسؤوليه انك تحاول تنتحر كده ده ملوش اي لازمه. وهو بيقول له انا عمري ما اعمل كده. فشيرو بيكمل كلامه وبيقول له ان التنانين هيوصلوا دلوقتي، علشان كده كل اللي في المدينه يلا يمشوا، انا هبذل كل ما عندي ولكن ما اضمنش ان اي حد من المدينه اللي هيفضل ما اضمنش ان هو هيفضل عايش، ولكن انا لو اتهزمت سامحوني ارجوكم. وبعد شروق الشمس كده بيكون كله مشي الا ريوما والبنت فينرا اللي بيكونوا قاعدين في المحل، وريوما بيقول لها انا سمعت انك انت النجاه الوحيده من الهجوم اللي حصل من 7 سنين دوت. هي كانت فعلا التنانين مخيفه للدرجه ديت؟ وغير كده وكده شينرو مبارز جامد، يعني كده هيغلب التنين. ففيلر يا صديقي بتفتكر التنانين كده وبتطلع تجري من المحل، فريوما بيطلع وراها وهي بتقول ان راجل يتحدى تنين ده مفيش اطيش من كده، وبتفتكر كلامه لما قال انا هحاول اتحمل المسؤوليه، ولكن هي بتقول ان راجل يتحدى تنين ده مش عادل تماما. فريوما بيقول لها انت عايزه تمنعي ذو الشوارب ان هو يبطل قتال ولا ايه؟ على ما اظن انك بتضيع وقتك على الفاضي. فهي بتقول له ان شيرو عايز يضحي بحياته، هو قرر يحمل المسؤوليه كلها علشان واحد معفن زيك. فهو اول لما بيسمع الكلمه دي بيتضايق جدا وبيشيل سيفه وبيحطه على رقبتها وبقول لك ايه غادري المكان دوت ما ترجعيش هنا تاني، لكن هي بتطنشه وبتزح السيف من عليها وبيحاول ان هو يمنعها انها تبص قدامها، ولكن كان فات الاوان يا صديقي. شيرو والمدعو دي دوت يا صديقي طلعوا حراميه، وطلع ان هم مشوا سكان البلد علشان ياخدوا كل ما يملكوا، وقاعدين يا صديقي يضحكوا ضحكات هستيريه وسط صدمه فيلر اللي عماله تفتكر كلام شيرو لما قال انا هبذل كل ما عندي، انا هعمل كل ما عندي علشان احمي البلد ديت. وهي يا صديقي واقفه مصدومه جدا. فريوما بياخدها كده على جنب وبيقول لها انت لو وقفتي كده هياخدوا بالهم منك. وريوما بيقول ان هم اسوأ ناس، بس انا بشفق على البنت ديت ومش عارف ازاي اواسيها. ودي بيتكلم شيرو بيقول انت لما طلبت مني ان انا اخبط الغمد بتاع الساموراي انا عملت كده زي انت ما طلبت مني، وهو صرخ فيه قال له تعالى قاتلني يلا، وبيقول له بفضلك يا شيرو هننهب كل البلد كما فعلنا من قيمه 7 سنين، وبعد كده هنخلي التنين يدمر المدينه. فشيرو بيقول له احنا دلوقتي هنعيش بالغنائم ديت ل 20 سنه، لا دول 25 سنه كمان. وعمالين يا صديقي يضحكوا بضحكه هستيريه. فدي بيقول له انا افتكرت البنت اللي انت انقذتها من 7 سنين هي موجوده في البلد ديت، واول لما شافتك كانت فرحانه جدا صح؟ وبيقول له في ناس كتيره بيفتكروا ان التنين هيدمر البلده مرتين في حياتهم، يا لهم من مساكين. فشيرو بيقول له كل ده بفضلك، انا دلوقتي بقيت افضل المبارزين، وبقول له احنا مش علينا ان احنا نهجم تاني ولا نقتل اي حد من الناس ديت. فدي بيقول له في الماضي حتى لو انت قلت لي كده ما كانش حد هيصدقنا ابدا. وبنرجع صديقي فلاش باك كده ورا ل7 سنين وبنشوف دي هو عمال يقول ان البلد كلها عماله تحترق، البلد دي هتتباد عن بكره ابيهم، وبنشوف يا صديقي كل اللي موجودين منذعورين مفيش مفر لينا، احنا المفروض نعمل ايه؟ فبيظهر لهم شيرو يا صديقي ويقول لهم ما تقلقوش الهجوم اللي حصل المفاجئ دوت هيفضل لغز للابد. وبعد كده يا صديقي بنشوفه عمال يقتل في الناس اللي موجوده، ودي بيكون عمال يجمع الغنائم وفرحان جدا. وبعد كده بيسمعوا في بنت بتقول لهم ساعدوني، والبنت دي بتكون فيلر يا صديقي وبتقول لابويا وامي تعال انقذهم هم واقعين تحت البيت تعال ساعدهم ارجوك، وبيغموا عليه بعدها. وبعد كده بيروح لابوها وابوها بيقول له ساعدني، ولكن يا صديقي ده بدون اي رحمه بيقتلوا بدون اي ادنى تردد. وبعد كده بيروح لدي وبيقول له احنا حصلنا على كل الغنائم اللي موجوده في البلد ديت ودمرناها كمان. فشيرو بيقول له ايه رايك نكسب شويه شهره في الوقت الحالي؟ وبعد كده بنرجع يا صديقي للحاضر، ودي بيقول له لو البنت دي اكتشفت الحقيقه هتنصدم جدا، وبيقول له تخيل كده ان الشخص اللي وسكت فيه هو اللي دمر قريتها وقتل ابوها وامها. وبيكون يا صديقي شيرو فطسان على نفسه من الضحك. وبنشوف فيرلا وهي بترجع للماضي لما قالت له انت انقذت ابويا وامي، فبيقول لها لا انا اسف لكن لما وصلت هناك كانوا ميتين. وبعد كده فيرلا بتقول هو ده اللي حصل يعني؟ وبتقول لريوما انا اخطأت لما ناديتك بالقاتل. فبيقول لها انت مش محبطه ولا ايه؟ فهي بتقول له ان الاثنين دول لو عرفوا ان انا محبطها فهيستمتعوا جدا، وغير كده وكده انا بكره الاثنين دول، انا افضل الانتحار على ان اجلس هنا واسمعهم هم عمالين يتكلموا، وانت برضه لازم تمشي من هنا، هيجي التنانين هنا اكيد فسيب البلد دي وامشي، انا اتمنى لك التوفيق. وبتسيبه وبتمشي وبتروح للمحل يا صديقي، وبعد ما بتخش المحل بتقع وبتعيط يا صديقي، وبتكون بتحاول انها تمنع نفسها لكن كل ما بتفتكر ضحكه ابن الكلب ده عماله تعيط برضه، وعماله تفتكر في ضحكه شيرو دي وعماله تعيط يا صديقي. وفي الوقت ده ريوما بيكون سامعها من ورا، فبدون اي تردد بيجري عليهم يا صديقي وراح لهم، وهي لغايه دلوقتي عماله تعيط يا صديقي. وبعد كده بنروح لاولاد الصرمه دول بيقولوا اخيرا التنين وصل، لكن دي بيقول له احنا لسه ما نهبناش القريه كلها. وبعد كده يا صديقي بنشوف الشعب وهم واقفين على تله وبيقولوا ان شيرو هو املنا الوحيد، وكل ده بسبب الساموراي، كل ده بسبب واحد احنا ما نعرفوش اصلا، احنا لازم نمسك بشيرو مهما كلف الامر. وفي الوقت دوت يا صديقي بيكون ريوما وصل عند ولاد الصرمه دول وبيقول له انا مش مهتم اذا كان احد منكم خبط الغمد بتاعي، فدوت دليل على انك ما تمتلكش قلب محارب. فبيضحك شيرو بضحكه هستيريه بيقول له ايه ده احنا امرنا اكتشف، انا ما كنتش متوقع اصلا ان في حد في البلد ده هيكشف امري. فدي
صديقي بيقول له انت عندك حق، انا كده كده راجل شرير ومش هتفرق معانا لو قتلت واحد من العالم دوت، احنا كده كده اللي خططنا للهجوم اللي حصل من 7 سنين. وشيرو بيكمل كلامه وبيقول له انا اللي قتلت الرجاله بتوعي وخدت منهم قرن التنين، انا هجمع الغنائم ومش هتوقف عن كوني شرير. وبيسحب السيف بتاعه وبينطلق على ريوما بيقول له انا هخليك تتحمل المسؤوليه كلها. وفي الوقت ده ريوما بيفتكر كلام فيلرا لما قالت ان شينرو هيضحي بحياته علشان اجل الجزيره ديت، ولكن هي دلوقتي بتعيط من اللي حصل. فريوما بيقول له نضرب في لمح البصر يا صديقي بيهجم عليه وبيسحب السيف بتاعه بيتجنب هجوم شينرو وبيقدر ان هو يسيبه ويوقعه يا صديقي بضربه واحده. وده اللي هيجلد دي ازاي واحد زي شينرو يموت بضربه واحده، ده فوق كل دوت ان هو مبارز، وفوق كل دوت القرن اللي كان معايا مزيف ولكن اللي معايا دلوقتي هو الحقيقي بجد، وفوق كل دوت مش اي حد يقدر يستخدم القرن دوت للتحكم بالتنانين. انا استغرقت 3 سنين لاتقان المهاره ديت، انت فاهمني ولا لا؟ انا الوحيد اللي اقدر اتحكم بالتنانين، اقتلني والبلد دي هتتدمر. ولكن ريوما بيقول له انا كده مش من البلد ديت. وفي الوقت ده بيكون التنين وصل يا صديقي وبيكون حجمه كبير جدا وبيطلع نار من بقه وبينزل فشخ في المدينه كلها، وحرفيا يا صديقي التنين نازل فشخ في المدينه. وفي الاخر بيقف فوق بيت كده والبيت دوت بيكون في وش المحل بتاع فيلرا، ففيلرا بتخرج من المحل بتقف قدام التنين اللي منظره مرعب جدا. وعلى الناحيه الثانيه بيكون ريوما خلص على الاثنين دول وبتفتح عينيها وبتقول ان البلده دي خلاص اتهلكت وبتجهز التنين اللي هو يقتلها. ولكن وفجاه ريوما بيظهر يا صديقي والتنين بيهجم على ريوما لكن ريوما بيتفادى كل هجماته، والتنين بيهجم على ريوما برجليه لكن ريوما بيتفادى وبينط على ظهره. وبعد كده التنين بيطير يا صديقي وفي اللحظه ديت ريوما بينط يا صديقي على التنين وبيديله ضربه واحده بيكون قطع يا صديقي راس التنين بمنظر اسطوري، وطبعا بيقلب عبيط وبينزل على وشه. وبعد ما بيهزمه بيقول ان هو بسحليه بس بجناحات، وبيبص وراه بيلاقي فيلرا بيقول لها انت ما غدرتيش ولا ايه؟ فهي بتقول له لا انا كنت متخبيه. فهو بيقول لها بس توقفي عن التفكير في انهاء حياتك، كده الموت مش ممتع تمام؟ فهي بتقول له انت قوي جدا بس انا ما سمعتش عنك قبل كده، وبتقول له انت خدت معارك لا تحصى علشان تنقذ البلد ديت صح؟ فهو بيقول انا مش قلت لك، انا قلت لك كده اللي انا هرد لك الدين حتى لو ده كلفني حياتي صح ولا لا؟ انا حميتك مرتين يعني انا كده ليا معروف ليا عندك، خليكي فاكره انا هزورك في يوم من الايام علشان اكل وجبتي. فهي بتضحك كده وبتقول له تشرفني في اي وقت يا صديقي. والصبح بقى يا صديقي بيكون كل اللي موجودين يتلموا عند ناحيه التنين وما بيكونوش مصدقين ان واحد من الساموراي هو اللي قطع التنين ده بضربه واحده. وبنشوف النادي اللي جنب فيلرا وهو بيقول لها صح انا افتكرت ريوما ملك السيافين، ده اسم اتطلق عليه لما انقذ الناس، مفيش شك في دوت هو الملك، مبارز يتمتع بقلب اعظم محارب في هذا العالم. وبس كده يا صديقي الوحش لعنة التنين. طبعا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويلا سلام.